السلام عليكم يا جماعة، تاني وتالت ورابع والله من عينيا. أي حد عايز حاجة ويقول لي في التعليقات يبقى محرج إن هو يقولها لي، لا ما تحرجوش. أنا هعمل لكم فيديوهات كتير قوي عن الزيتون، أنا كمان بحبه زيكم كده وبحب أعمل منه حاجات كتير قوي. دول نوعين من الزيتون، في تفاحي وفي عزيزي. اللي في إيدي ده هو التفاحي، ده ما بيكونش فيه مرارة خالص، أنا بعمل له شق واحد بس علشان خاطر يتخلل بسرعة. أما النوع التاني اللي هو العزيزي، هو ده اللي يا جماعة بيتنقع 3 أيام، بنغير عليه المية الصبح مرة ومرة بالليل، وهو بيبقى رفيع شوية وصغير، هو اللي كان قدامكم ده. أما ده بقى الفلفل الحامي، ما ينفعش ما اعملش فلفل حامي في الزيتون. ليه؟ لأن هي أساسا مادة حفظ، اللي ما بيحبش الزيتون مشطشط يحط منه كمية قليلة، بس ما ينفعش ما اعملوش. نوعين بقى أو نوع واحد مفيش مشكلة. بالنسبة للكرفس مهم قوي عشان بيديله ريحة حلوة، والجزر طبعا عشان التسكيرة. في حد بعت لي برضو وقال لي لا احنا مش بنحب الجزر، مفيش مشكلة، انا بس بحبه علشان هو بيدي تسكيرة حلوة شوية. وده الشق اللي انا بعمله. وده الفرق بين الزيتون العزيزي والتفاحي. شايفين العزيزي بيبقى صغير شوية، هو ده بس بيتنقع وبنفس الخلطة. وسواء عزيزي بقى ولا تفاحي، الاتنين بيتقال عليهم زيتون مصري او الزيتون البلدي بتاعنا. ده بالنسبة لليمون بقى، انا بعمل قد ايه كمية الليمون؟ بعمل الليمون يا جماعة نص كمية الزيتون. يعني لو جايبة 5 كيلو زيتون بحط 2 كيلو ونص ليمون، وبعصره بالطريقة اليدوية، ما بحبش الخلاط خالص. من ضمن بقى التعليقات اللي جات لي، لو الملح طلع زيادة ولقيت ان الزيتون حادق قوي اعمل ايه؟ انا ما بعملش اي حاجة بصراحة، بحطه في التلاجة زي ما هو كده. والشوية اللي أنا باخدهم اللي مثلا هيكفوني يوم أو يومين، بحط فيهم مية عادية من الحنفية خالص، بتسحب كل الملح اللي موجود في الزيتون، وبيتاكل وبيبقى حلو. لكن بقية الزيتون بخليه زي ما هو في التلاجة، واشيل بقى شوية بشوية. طبعا هي العملية دي مرهقة ومتعبة شوية، بس هو ده الحل الوحيد من وجهة نظري. وبرده في الشطة، لو الشطة طلعت كتير والزيتون لقيتوه مشطشط قوي، برده تاخدوا شوية على قد الأكلة بتاعتكم، تحطوها في مية من الحنفية عادية، هتسحب منكم شوية الشطة، بس هتسحب كمان التمليح. المهم يعني هو ده الحل الوحيد، ان الميه هي اللي بتسحب كل حاجه. في تعليق تاني جالي قال لي انا ما بحبش الليمون كتير قوي على الزيتون. طب ما هو مش بيبان خالص غير طعم مزازه خفيف، لعلمكم كميه الليمون دي وبرده المزازه بتاعته ما بتبقاش عاليه قوي. وبرده ممكن نقلل على فكره الليمون، بس ما ينفعش ان احنا نمنع الليمون خالص. يعني ممكن كمان نخلي على 5 كيلو زيتون حوالي كيلو ونص من الليمون، بس اقل من كده لا. وبرضه من ضمن التعليقات واحدة قالت لي أنا ما عنديش برطمانات إزاز ومش عايزة برطمانات إزاز، لأن هي مش بالنسبة لي سيف، يعني مش مهم إن هي تبقى صحية قد ما مهم إن هي تبقى أمان عشان عندي ولاد صغيرين. ما هو أنا دايما أقول لكم إن البلاستيك بيتفاعل مع الملح والخل اللي إحنا حاطينه. فيعني أنت بقى اختاري، يا إما بقى حاجة تبقى أمان قوي، يا إما أنت حرة. يعني المهم أنا ما بحبش غير الإزاز، لأنه ما بيتفاعلش مع لا الليمون ولا الزيتون ولا أي حاجة. ومن ضمن التعليقات برضو ان الخل بيهري الزيتون. الخل ما بيهريش الزيتون يا جماعه الا لو كانت كميته كبيره. انا بحط معلقتين خل على 8 كوبايات ميه، متخيلين الكميه؟ بس ميزته ان هو بيقضي على البكتيريا هو والشطه والحاجات اللي احنا بنحطها. في برضو من ضمن التعليقات ان واحده نسيت تحط سكر على الزيتون، قالت لي افتح تاني البرطمان واحط معلقه السكر. لا يا ستي، ما تفتحيش ولا اي حاجه. السكر بيحافظ على القرمشه بتاعه الزيتون لحد اخر واحده، فما فيش مشكله يعني ان احنا نستغنى عن سنه في القرمشه، يعني في مقابل ان احنا ما نخسرش الزيتون خالص. وزي ما قلت لكم في الفيديو الاصلي بتاع التخليل، احنا لازم نملى البرطمان على الاخر، حتى لو كميه الزيتون نص البرطمان، فاحنا لازم نكمل النص التاني بالمحلول الملحي علشان نعمل طبقه عازله ما بين الهواء والزيتون. ده غير ان احنا هنحط قشر الليمون على الوش، وكمان شويه زيت وشويه كرفس عشان يديله ريحه حلوه كده. هنعمل طبقه عازله قويه جدا ما بين الهواء وبين الزيتون، ومفيش اي بكتيريا هتتكون. وبعد ما نخلص بقى البرطمان كده ونقفله، نحطه في شنطه بلاستيك علشان خاطر طبعا الغازات اللي هتطلع من الزيتون هتنزل شويه ميه كده، فتنزل في الشنطه وخلاص. اوعوا تفتحوا عليه، ولو فتحته بعد شهر او 2 لازم تحطوه في التلاجة وتطلعه بمعلقه ناشفه. وهتصدقوني ان الزيتون ده مش بيقعد سنه واحده بس، ده بيقعد كمان سنتين. مش قادره اقول لكم حلو قد ايه. البرطمانات الصغيره دي بالذات بقى، دي اللي بفرق بقى منها على الحبايب والصحاب. بعد ما بقفلها بروح مغطيه كده الغطا كويس قوي، واروح قلبها الناحيه التانية عشان اي هوا يخرج. انا عايزه اقول لكم ان البرطمان ده ممكن يقعد سنتين. ومن ضمن التعليقات برضو قالوا لي الزيتون بقى اللي بيتحشي جزر دوت اللي احنا بنشتريه بقى غالي قوي، ده ايه؟ ده يا جماعه بيبقى نوعه كلاماتا، مش زيتون مصري بلدي خالص. يعني الزيتون المصري البلدي هو العزيزي والتفاحي، لكن الكلاماتا ده تقريبا كلاماتا يوناني، طعمه ما بيبقاش قوي قوي زي الزيتون البلدي بتاعنا. بس هو الميزه بتاعته ان الزيتونه بتبقى مطوله وكبيره شويه، فسهل قوي ان هم يشيلوا منها البذره بالاله دي اللي بيشتروها، وبعد كده يحطوا مكانها جزر ويخللوه. طعمه مش قوي، لكن هو شكله حلو شويه. انا عن نفسي ما بحبوش قوي، انا بحب اللي انا بعمله في البيت ده.
أمّا في زيتون بقى أنا ما أعرفش اسمه صراحة إيه، هو صغيّر أوي كده وطعمه بيمُر جدًا ومهما نقعته بيبقى مش قد كده، أنا ما باجيبهوش خالص ويا ريت أنتم كمان ما تجيبوهوش، وحتى كمان لمّا بنيجي نخلّله بيكرمش كده أنا جِبته يعني مرّة واحدة وخلاص يعني حرّمت من ساعتها. يا رب أكون جاوبت على كل الأسئلة اللي جات لي، وإن شاء الله برضه لو جات لي أسئلة تاني من عينيا الاتنين لحد ما موسم الزيتون يخلص. بس طلب صغيّر كده بعد إذنكم لو لسه مكمّلين معايا الفيديو للآخر يا ريت تشتركوا في قناتي وكمان تفعّلوا زر الجرس هتلاقوا وصفات كتير حلوة أوي ولسه كمان هانزّل تاني. وألف هنا وشفا والسلام عليكم.